وقبل الجولة 24 من البطولة الوطنية الاحترافية نهاية هذا الأسبوع، أمس جرت مباراتان مؤجلتان عن الدورة 17. الأولى جمعت المغرب التطواني بالجيش الملكي، وضيع خلالها الماض فرصة توسيع الفارق أكثر عن مطارديه بتعادل بهدف لمثله. ومن جهته المطارد الكوكب المراكشي لم يستغل هذا المعطى وتعادل بميدانه سلبا أمام الدفاع الحسني الجديد. عبد الإله حيدر. اكتفى فريق الكوكب المراكشي بنتيجة التعادل أمام ضيفه الدفاع الحسني الجديدي ضمن مؤجل الدور 17 من البطولة الوطنية الاحترافية. الشوط الأول من هذه المواجهة لم يسجل سوى محاولة هجومية واحدة قادها اللاعب هشام المهدوفي، لكن الحارس المحمدي تألق في صدها. الفريق المراكشي لم يستغل النقص العددي بعد الطرد الذي تعاد له هشام المهدوفي بدعوى مسكي من الخلف هداف الكاسيم سفيان العلودي. المتألق الجديد في صفوف الدفاع الحسني الجديدي أيوب نناح قاد هنا هجمة من خلال تسديدة وجدت حارس الكاسيم في الموعد لتنتهي المباراة على إيقاع التعادل السلبي. تعادل أضاف نقطة واحدة إلى رصيد الفريقين في الترتيب العام. المتصدر فريق مغرب أتلتيك تطوان ضيع فرصة استقباله لفريق الجيش الملكي واكتفى بنتيجة التعادل بهدف لمثله. الضيوف كانوا سباقين للتسجيل عن طريق اللاعب أنس عزيم. اللاعب نفسه سيعود مرة أخرى لهز الشباك، لكن هذه المرة ضد مرماه بالخطأ لتنتهي المواجهة متعادلة إيجابيا بهدف لمثله. تعادل أوقف من خلال فريق الجيش الملكي زحف المتصدر مغرب أتلتيك تطوان صاحب الانتصارات الخمس المتتالية. بالمقابل وقع الجيش الملكي على تعادله الرابع على التوالي والثامن له في بطولة هذا الموسم، ليصبح الترتيب بعد إجراء المباراتين على النحو التالي.